الكل يحبس أنفاسه في هذه اللحظات، والكل ينتظر مسير اللقب في نهائي الكاس. كونوا معنا على الموعد في مواجهة مع ريال مدريد الذي سيقابل النادي البافاري بايرن ميونخ. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. تحياتي محدثكم فارس عوض، واليوم لدينا مباراة كروية دسمة. بعد دقائق سيبدأ نهائي بطولة دوري الأبطال، المباراة التي يتابعها وينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، المباراة الأقوى في صراع الأندية، في بطولة هي الأفضل على مستوى العالم. فريق ريال مدريد في مواجهة البايرن ميونخ. الكل يحبس الأنفاس قبل ضربة البداية لنهائي دوري أبطال أوروبا، الكل على أعصابه سواء في المدرجات أو على أرضية الملعب. مباراة من أجل اللقب الكبير والضغوطات الكبيرة جدا على الطرفين. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، دافيد ألابا يلعب بجوار روديجر في الخط الخلفي، لوكا مودريتش سيبدأ مع توني كروس في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. سانيه تذهب إلى رمية تماس، مرور ناجح من نور وسانيه. الباير يتحصل على ضربة ركنية. كيميتش بيلعبها في المنطقة. فينيسيوس جونيور، صافرة تأتي تعلن عن وجود تسلل. لا شك بأن تواجد بنزيما يرفع من مستوى التوقعات لدى الجماهير. القدرة على تسجيل وضع الكرة في الشباك تجعل إضافة والتأثير واضحة، وبالتأكيد يجب أن يكون الفريق كمجموعة متألق حتى تظهر القوة الهجومية، ونشاهد الإنهاء للكرة في الشباك. عرضية باتجاه فينيسيوس، يا الله، هدف أول هنا. ريال مدريد يضرب المرنجي في نهائي بطولة المفضلة، يأخذ الأفضلية والمقدمة. نشوف لعبة الهدف مرة أخرى، ونشوف كيف اللعبة العرضية والإنهاء اللي جاء بدون ضغوطات، حتى رأسية في المرمى بكل أريحية. ريال مدريد يتقدم في النتيجة. الحكم يشير باستمرار الهجمة مع الباير. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. وصلت عند ديفيز، تدخل قوي مثالي في هذا المكان. هجمة مع ريال مدريد. هل يأتي بالتمرير الحاسمة في هذه اللحظات؟ أوه، تصدي قوي جدا، يمنع عبور التصويبة. ريال مدريد يستعيد الكرة. خطرة عند رودريجو، يا رب، هدف آخر لتوسيع الفارق، هدف يقربهم من اللقب، هدف يشحن هذه المدرجات من الآن في هذا النهائي.
إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. جنابري، مساعد الحكم يرفع الراية ويحتسب تسلل. أعتقد بأن اللاعب كان يقف على نفس الخط مع آخر مدافع. راح نشوف اللقطة. فرصة أمام رودريغو، الكرة ساقطة من فوق حارس المرمى. الله، بكل الروعة وبكل الدقة يسجل. المسافة قريبة ورغم ذلك يتمكن من إسقاط هذه من فوق حارس المرمى. يعود اللقاء من جديد بعد أن وسع ريال مدريد الفارق مرة أخرى هنا. جوشا كيميتش، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته اوه، ضاعت الفرصة، كانت قريبة. الله على الكرة، لوب جميل من فوق حارس المرمى، لكن عدت، مرت من فوق العارضة. الكرة بتروح من جانب الملكي. ما زالت الكرة مع توني كروس، كريم وفرصة هدف الآن. ما زالت الكرة خطيرة، تصدي رائع هنا، ارتماء ناجح على الكرة. لم تكن كرة صعبة بالتأكيد. مستحيل، مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق ل4 أهداف. شوف الهدف من جديد، شوف المهارة، شوف التجاوز، شوف المهاجم. الله على النهاية والهدف الجميل. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. خطأ يحتسب هنا لمصلحة البايرن. ليون غوريتسكا، ملعوبة إلى كروس، تدخل وإبعاد للكرة. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. فينيسيوس وفيها خطورة، سومر يتصدى بسهولة. تصويبة على المرمى والتسديدة قوية، بتروح أعلى العارضة بقليل. نظرة على الإحصائيات اللي تؤكد بأن الفريق يمر بيوم جميل حتى هذه اللحظة. يخلق الفرص، يسجل، متقدم في النتيجة، ولا يعاني أي معاناة حتى هذه اللحظة. أعتقد بأن في طريقة للفوز وبأداء قوي حتى اللحظة. والضغط العالي يسفر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. فرصة خطيرة لكن كورتوا في الموعد. أي تصدي خيالي. كيميتش بيلعبها في المنطقة، ينقذ المرمى بتدخله في هذه الكرة. ضربة جزاء لبايرن ميونخ. ويسجل من علامة الجزاء.
نشاهد الهدف مرة أخرى. الله على التسديدة، أي تصويبة هذه، كرة قوية جدا من المستحيل إيقافها. النتيجة الآن رباعية مقابل هدف، 3 أهداف تفصل بين الفريقين. ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. ما زال البحث جاريا عن فرصة. بشتت الكرة. فالفيردي، تسديدة لكن من مسافة مستحيلة. أوه، غاب التوفيق عن التصويبة، مرت بجوار القائم. سيرجي جنابري. الوقت المضاف هو 2 دقيقتين لهذه المباراة. يفقد بايرن ميونخ الكرة في هذه اللحظات. ولا نهاية شوط المباراة الأول في ملعب سانتياغو برنابيو. الشوط الثاني من نهائي دوري أبطال أوروبا ينطلق في هذه اللحظات. أوهو، يتخلص من الرقابة. جاء التدخل في توقيت مثالي لإنقاذ المرمى. الله على التدخل. جواو كاسيلو. كيميتش، تدخل رائع. ويفقد الكرة في مكان خطير أمام المرمى. ضاعت الفرصة، ضاعت الكرة. كرة لعبت بشكل حلو لكن النهاية ما كانت بنفس الجمال. لقطة بتضيع. تخرج من جديد إلى ضربة ركنية. ركلة جزاء لريال مدريد. يستعد بنزيما للتسديد. اوهو، حارس المرمى بالمرصاد يتصدى لركلة الجزاء ويتحدى. الاستحواذ مع بايرن ميونخ. شوف الضغط العالي الآن على الدفاع. توني كروس، تسديدة محاولة على المرمى لكن ما كانت خطيرة بصراحة. شوف التسديدة قوية نعم لكن بعيدة وبدون دقة. كيميتش، ملعوبة إلى كانسيلو. وصلت إلى موسيالا. هذه هي يا ماني في المرمى المفتوح. هدية لا ترد وهدف بدون تردد. نتابع الهدف من جديد هنا ونلاحظ الغياب التام للدفاع. أسئلة كثيرة تطرح في هذا الهدف. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. يحاول لاعبو الفريق الفاز الاحتفاظ بالكرة بأكبر قدر ممكن في محاولة لإحباط الفريق الآخر خاصة مع التقدم في النتيجة. تاكتيك ناجح هنا. مر فيها بنزيما بيعدي كريم وفرصة هدف الآن. مستحيل كرة تبعد من على خط المرمى.
دفاع مثالي، توقيت مثالي، هدف لا يأتي بهذه اللقطة. يأتي التدخل ويستعيد الكرة، يتقدم بالكرة، راح فيها لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. واضح أن الجماهير غاضبة من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق وتشعر بأنها كانت مستحقة. بايرن ميونخ يجري تغييرا في فريق الآن. كريم وفرصة هدف الآن، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. ضغط كبير وهائل لإنهاء الخطورة. توماس مولر، اوهو، ضغط متقدم وقطع للكرة. كرة مرتدة فيها خطورة، ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. توماس مولر، ماني يخترق ولديه المساحة، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. رمية تماس لصالح بايرن ميونخ. حكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ بعد فشل المهاجم في استغلال أيضا إتاحة الفرصة. خطأ وكرت أصفر. الكرة بتروح من لوروا الثاني. توماس مولر، والآن مع جنابري. كرة تعود إلى ريال مدريد. إيدن هازارد، كرة مع الأمير لوكا، مرة أخرى للوكا مودريتش. تدخل بدون خطأ هنا في 18. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. صافرة وخطأ لمصلحة فريق بايرن ميونخ. كرة ثابتة يحتسبها الحكم ويكتفي بالإنذار الشفوي. سانيه، مخاطرة كبيرة، تدخل كان قوي في المنطقة، افتكاك قانوني، الحكم يشير إلى استمرار اللعب. تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. سيرجي جنابري، دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. محاولة لكرة مرتدة. هازارد وفرصة هدف الآن. يا الله، حدث عكسي، حب يوديها بعيد وجاب العيد. شوف كيف وضعها في المرمى، شوف كيف حط الكرة في الشباك. تقدم كبير ب5 أهداف لهدفين، تتكلم عن 7 أهداف شاهدناها حتى اللحظة. لم يتبقى على المباراة سوى 5 دقائق والفارق حتى الآن والنتيجة كبيرة جدا، من المستحيل العودة. بتروح الكرة من إيدن هازارد. أتوقع أن حكم المباراة راح يخرج البطاقة الصفراء في هذه اللقطة. بطاقة صفراء على ديفيد ألابا. بيعدي فيها من المدافع.
المدافع يبعد الكرة العرضية ويوقف الخطورة. كريم بنزيما ديليخت يقف بشكل جيد ويستعيد الكرة. وصلت إلى مندي، فرصة هدف يا ايدين. الكرة في المرمى، هدف جديد يوسع الفارق ل4 أهداف. والآن نشاهد الإعادة. شوف كيفية التواجد مهم في المكان المناسب، تتمركز صح، تسجل هذه الأهداف بكل سهولة. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا، كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. سداسية مقابل هدفين، 8 أهداف حتى اللحظة في هذا اللقاء. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينغي. إذا حكم المباراة يحتسب تسلل، وقرار شجاع لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. والآن انطلقت صافرة نهاية المباراة، حسم الكأس هنا. يا لها من قصة ويا لها من بطولة ويا له من مشوار. انتصار كبير ورائع هنا، لحظات من أجل التاريخ، فرحة كبيرة بالإنجاز الذي تحقق، فرحة مستحقة بعد جهد وتعب. حان وقت الفخر والاعتزاز بالفريق وبالجماهير التي كانت شريكة في هذا الإنجاز. ليلة من ليالي التاريخ الخالدة. احتفلوا أنتم الأبطال، احتفلوا أنتم الأبطال. لحظات تتويج الملكي ريال مدريد مشاهدينا، الصعود إلى هذه المنصة اعتادوا عليه، وجود الكأس الآن، لقب دوري أبطال أوروبا، الفرحة، الميداليات، كل شيء في هذه اللحظات حلم كل اللاعبين بكل تأكيد يصلون إليه ويعودون مرة أخرى قمة المجد الأوروبي، اللقب الغالي بين الآيات، الملكي بطلا لأوروبا. مبروك لريال مدريد، بطولة تاريخية، أجواء خيالية، مشاهد لا تنسى، أجواء هستيرية كرنفالية احتفالية في بطولتهم المفضلة. مبروك من الأعماق لكل جماهير الميرينغي هذا اللقب التاريخي ولكل عشاقه بالتأكيد. الآن وقت الجماهير، احتفالية اللاعبين مع هذه الجماهير التي حضرت وشجعت وساندت وضحت. احتفالات بالتأكيد بكرة القدم مستحقة من قبل هذه الجماهير، رؤية الشامبيونز ليج عن قرب، الله على كرة القدم، على المشاعر في عالم كرة القدم، على العلاقة بين اللاعبين وبين المدرجات في كل مكان. الآن كل لاعبي ريال مدريد يجتمعون خلف هذه الكأس من أجل الصور التاريخية مع الكأس الغالية، في صورة ما راح تنسى ولن تمحى من الذاكرة أبدا بالنسبة لمدريد.